هاي المباراة بعنوان لو انا اخذك لو الله ياخذك. مباراة بعنوان انا ما سويت له شيء، واذا رجلي طبت بمعدتي ليش تعطيني كارت اصفر؟ ليش فاوضت عادي؟ واذا حطيت رجلي بمعاء الغليظة. مباراة عبارة عن بس دقمة الدائرة موجودة باليد، تعبرك يسرك مشكلتك. طب لا تفك حلقك مالع. لو اذا حذا بيبي سامير وطبن بالعظم شو ماك مشكلة، لا وبرشلونة ترفع شعار اذا المهاجم مالتي ما يقول فكلش عادي الخصم يقول ويعطيني 3 نقاط. شكرا خادم. مدافع ليغانيس انا خادم، ما تقدرون تقولون انا قول. انا اعطيك احلى 3 نقاط بالكوكب. مبروك لبرشلونة، اشوفه فوز صعب بصراحة، ويجب أن نثني على فريق ليغانيس. أول مرة أني أشوف فريق يلعب أمام برشلونة بهذه الجراءة، جمل تكتيكية باصات بعيدا عن التكسير، ويلعبون ب 18 لاعب مدافع. بس للأمانة فريق جريء يلعب بهذه الطريقة أمام برشلونة وأمام قوة برشلونة. ما شفت فريق يلعب هيك باصات هيك استحواذ، وحجم برشلونة يمكن تقريبا ربع ساعة بالشوط الثاني بس هم يهجمون. فمبروك لبرشلونة، 3 نقاط جدا ثمينة. ليغانيس هو عقدة لبرشلونة هذا الموسم، فافتكت عن طريق ليغانيس العقدة، ليغانيس فكتها. فمبروك لنادي برشلونة، 3 نقاط ثمينة. اعتقد زيدوا الخناق على ريال مدريد، مباراتنا باكر لازم نفوز. فالوضعية جاي تصعب بالدوري. كل الافرقة الكبار اللي لعبت ضد برشلونة ما شفتها تلعب بهذه الطريقة. ما اعرف، انا وجهة نظري يمكن انا غلطان ما اعرف، بس شفت هذا الفريق جريء جدا امام برشلونة. فمبروك لعشاق البلوغرانا. ان شاء الله غدا الانتصار لريال مدريد. تصبحون على خير.